السلام عليكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. أنا في نعمة والحمد لله. اليوم جبت لكم وصفة طبيعية مجربة وفعالة بزاف بزاف يا البنات. وصفة خلتني ننقص في الوزن بلا ريجيم بلا حرمان بلا تعب لا والو حتى حاجة. الوصفة حبيباتي هي بالصمغ العربي. أنا استعملت الصمغ العربي المطحون، تلقايه عند العطار، تروحي عند العشاب تقولي له الصمغ العربي. كاين الأصلي حبيبتي وكاين اللي ماشي نقولوا ماشي أصلي كيما راكم تشوفوا فيه. وبركم نخلي لكم صورة ليه. بزاف بنات سمعوا عليه بصح ما يعرفوش الطريقة الصحيحة للاستعمال. أنا اليوم رايحة نحكي لكم تجربتي الكاملة خطوة بخطوة كيفاش استعملته لمدة 40 يوم. نعم سيدتي، 40 يوم وانتي تستعملي في هذا المشروب المعجزة. الطريقة سهلة بزاف. ناخذو نسخنو الماء، نديو كاس ماء يكون سخون ونحطو فيه ملعقة ولا نصف ملعقة ولا حبة من إذا شريتيه ماهوش مطحون، حبة من هذوك الحبيبات نحطوه في الماء ونخليوه شوية حتى يذوب. خليوه حتى كيذوب مليح مليح كيما راكم تشوفوا. نديو كيما هاك ولا تديو حبة، المهم وتحطوه في الماء يكون سخون. نخلطوه ونخليوه حتى كيذوب تماما. خليوه حتى كيذوب تماما ونشربوه حبيباتي على الريق. تنوضي الصباح بكري، تنوضي تصلي صلاتك وتسخني الماء تحطي فيه الصمغ العربي، خليه يذوب، روحي تصلي صلاتك، روحي تسبحي، روحي تدعي. المهم كي تكملي صلاتك تلقايه ذاب وشربيه على الريق حبيبتي قبل الفطور. واللي ما تنوضش، نقولوا اللي ما قدرتش تنوض قبل الفطور بنص ساعة تكفي. بنص ساعة اشربي الكاس المعجزة هذا وراح تشوفي حبيبتي الأسبوع الأول راح يبدأ يبان عندك الفرق، وراح تشوفي النتائج في 40 يوم. راح تشوفي جسمك ما شاء الله في نصف ساعة. هذيك الفترة خليه يخدم خدمته في المعدة حبيبتي. بعد أول أسبوع بديت نحس بخفة في المعدة، ما بقاش عندي النفخة وشهيتي نقصت بزاف، حتى الماء ولات عندي رغبة نشربو أكثر، يعني الجسم بدا يتنظف وحده. حبيبتي نصيحة، كثري الماء في النهار. حاولي تشربي بزاف 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 ماء. بعد 40 يوم النتيجة باينة حبيبتي. نقصت في الوزن، بطني رجع مسطح وحسيت بطاقة خفيفة طوال النهار. بشرتي حتى هي تحسنت لأنه الجسم تنقى من السموم. المفتاح هو الاستمرار يا البنات، ماشي من أول يوم تشربي وتستناي المعجزة. لا، ديريها عادة كل صباح ومعها نظام أكل متوازن. وما تنسيش الماء كما قلت لك بزاف طوال النهار. في النهار اشربي، حاولي تشربي قد ما قدرتي.
هذه كانت تجربتي مع الصمغ العربي. جربوها البنات ورجعوا لي في التعليقات، قولوا لي واش حسيتوا، وما تنسوش ديروا لايك واشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد من وصفات ونصائح طبيعية من عندي. سلام، ونشوفكم في الفيديو الجاي بإذن الله تعالى. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. معلومة خفيف ظريف، جماعة اللي حابين ينقصوا في الميزان بلا ريجيم بلا سبور يتبع معايا الوصفة هذه. الصمغ العربي، مادة واحدة، صمغ العربي، مدة 40 يوم. كل يوم شرب كاس عريق صمغ عربي، كل يوم شرب كاس عريق. قاسما بالله 40 يوم تتبدل قاعدين، اصلا والله ما تعرف روحك. 40 يوم ما تعرفش روحك، انت كي قدام المرايه ما تعرفش روحك. هذا الصمغ العربي الكرش ينسفها نسف، يقضي عليها بتاتا نهائيا. تبع معي الوصفه هذه. شوف مدة 40 يوم، كل يوم عريق كي تنوض الصباح كاس كيما هذا دافي، كاس كيما هذا تاعنا دافي، دير فيه فتاته تاع صمغ عربي. دير وحده برك، انا ندير زوج، انا نشرب فيها، انا نستعمل فيها. دير وحده برك، انا بدلني كاع فاصل من خالتي. دير وحده برك كيما هذه، ذوبها فيه، ذوب الصمغ العربي يذوب. تحب تطحنو تحب ديرو كيما راه يذوب عادي. مدة 40 يوم، كل يوم كاس. ما تامنش انت، ما تعرفش روحك، وعنده فوائد بزاف ما نقدر